الصناعة. قبل الفاصل الإعلاني هيكون معايا تقرير مهم من مركز شباب ذهب إليه زميلنا محمود خالد، وجاء لنا بمشكلة كبيرة جدا وصرخة للمهندس خالد عبد العزيز. ثم فاصل إعلاني وأطير بعده إلى الوادي الجديد وتقرير مهم جدا للزميل بهاء مرسي ومحمود زمزم. هذا الملعب قصته ببساطة شديدة ان هو منذ 60 سنة والشباب بيمارس نشاطهم عليه. في التسعينات اردنا ان احنا نملك لهم هذا وتقدمنا للسيد وزير الزراعة للتملك لهذه المساحة باعتبارها تابعة للاصلاح الزراعي، ولكن القوانين او التعليمات عندهم كانت بتمنع في حين تملك هذه الارض، وقام بالموافقة على تأجير هذه المساحة لمدة 30 سنة، وهي مساحتها فدان و700 متر مربع ليمارسوا الشباب النشاط عليهم. وفعلا تم التأجير لمدة 30 سنة، الا ان فوجئنا ان جاي جواب من جهاز تصفية الحراسات بالقاهرة بيقول لهم اتعاملوا معانا بدلا من الاصلاح الزراعي لان هذه الارض آلت الى جهاز تصفية الحراسات. تمام، واستمرنا في التعامل معهم، الا ان فوجئنا والشباب في القرية فوجئ ان هذه الارض بتعرض كمزاد علني للبيع، وطبعا ده كلام بيتنافى مع ما ينادي به كافة المسؤولين من دعم أنشطة مراكز الشباب. نظرة الأرياف بلد كبيرة، احنا بلد كبيرة وبيتبعنا اكتر من 10 توابع كبار. القصة دي يا استاذ خالد بقالنا 5 سنين في مرار، 5 سنين بنجري من هنا، من زي ما انت شايف من الارياف دي بنروح القاهرة. وقفنا 3 مزادات لهيئة جهاز تصفية الحراسات. لكن ابشرك بحاجه، انا قبل ما اقول لك الانشطه ازاي وكده ابشرك ان مصر تتغير، ده مش كلام، ده حقيقي. انا اتصلت على معالي رئيس الوزراء ما ردش، بعد 10 دقايق ربع ساعه لقيته بيتصل عليا بعد ما ارسلت له رساله. ده ينم على ان مصر فيها قيادات واعيه وفاهمه بتعمل ايه. معالي رئيس الوزراء كلمني مرتين، وبعد كده قال المهندس خالد عبد العزيز هيكلمك. 10 دقايق لقيت المهندس خالد عبد العزيز كلمني. احنا كلنا بنثق ثقة عمياء في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انه هينهض بالبلد دي، وان شباب مصر حقيقي وراه. كل الاوراق موجودة، وجرينا مع وزارة الشباب وخاطبنا المحافظ وخاطبنا وزارة المالية، وكل دي موجودة اوراق رسمية موجودة في المحافظة وموجودة في الحراسات. والردود طبعا اشتروا ما تشتروش، نزل المزاد علني. طبعا السعر الناس اللي جت قيمة المكان طبعا 600 جنيه للمتر، دي كانت حاجة كبيرة جدا، ومش موجود في قرية، يعني قرية تبعد عن مركز المنصورة بحوالي 70 كيلو ان فيها اسعار دي مفيش. فالموضوع ده واقف بقاله كذا سنة، وبنجري مع المسؤولين وبنناشد جميع المسؤولين ان هم يخلصوا مشكلة ملعب مركز شباب الاتحاد، لان ده يعتبر المتنفس الوحيد للقرية واللي حواليه، بيخدم اكتر من 18,000 نسمة. وجه نداء للسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة دكتور خالد عبد العزيز والسيد المحافظ الداخلية وكل المسؤولين. ده المتنفس الوحيد لشباب الاتحاد والقرى المجاورة، ومركز شباب الاتحاد ده بيشارك في كل المسابقات على مستوى المحافظة، من كرة قدم لكرة طايرة لتنس طاولة لرفع اثقال، وما بيسيبش ولا اي مسابقة اللي بيشارك فيها. فاحنا لازم نهتم بالشباب، ومشكلة الشباب تبدأ من الصغر ومن هنا من القرى ومن الناس المحرومه. فاحنا بنناشد المسؤولين ان هم يهتموا بالشباب، وانا عارف ان المسؤولين مشاغلهم كتيره ومصر مشاغلها كتيره اليومين دول، بس مشكلتها بتبدا من الحل من القرى والارياف اللي هي بتهتم بالشباب الصغير الواعد الصاعد اللي سيادتك بتشوف الوقت قدام سيادتك الوقت.
احب اقول للمسؤولين ان الملعب دوت ما ينفعش يروح من اهل البلد، لان احنا طول عمرنا بنلعب هنا، انا مولود هنا وبلعب في الملعب ده، وما ينفعش يعني ان ملعب زي ده ماهوش كتير على البلد ان تسيبوا لنا، يعني على الدوله ان تخلصوا لنا وتسيبوا لنا. بقدم رساله لرئيس الوزراء ابراهيم محلب، نزل برضه مدينه المحله ونزل ملعب الجبريه وقدر يخلص وهنيك له، فاحنا برضه زي قريه الجبريه في مدينه المحله، ودي اصلا الملعب ده حياتنا، بنيجي نفك نفسنا فيه، بنقوم عليه الدورات، بنستقبل الناس فيه، وده روحنا يعني وحياتنا الملعب ده. ها هي كاميرا كرة بلدنا تلبي نداء المستغيثين لعرض مشاكلهم على السادة المسؤولين، فهل من مجيب لهؤلاء المستضعفين؟ محمود خالد، التلفزيون المصري، قناة القاهرة، برنامج كرة بلدنا.